هنا هذه القافلة الطبية متعددة التخصصات اللي ساكنة عين صفا، وبطبيعة الحال الغرض منها تقريب تخصصات خاصة التخصصات من الساكنة وخاصة الطبقة الهشة، وكذلك توزيع الأدوية بالمجان للساكنه، وكذلك تقريب بعض الفحوصات لهذه الساكنه في هذه الظروف اللي هي ظروف الازمه. كان هناك طب العيون، كان طب المسالك البوليه، كان طب القلب والشرايين، كذلك كان طب لا بسيكولوجي، لا بسيكياتري، وكذلك كانت تخصصات اخرى منها الطب العام. توفقنا الحمد لله اننا نديروا قافله طبيه بمنطقه عين صفا. الحمد لله استقطبت مجموعه كبيره من المستفيدين، كانت تقريبا ما بين 800 و1000. العديد من الاختصاصات، الطب العام، طب العيون، الطب الباطني. انا بالنسبه لي هذه ماشي اول مره اللي كنمشي في القافله، من اللي خديت الدبلوم ديالي، وحتى من قبل من ديما كنتطوع في القوافل الطبيه. دونك كيعجبني داك ليشونج مع الناس، فاش كنكونوا في وجده ولا في الخدمه سي ديفيرون على انك فاش كتمشي كتشوف الساكنه، كتقرب من المواطن حتى البلاصه فين ساكن. إننا اليوم في إطار قافلة طبية اجتماعية من أجل تقديم مساعدة طبية لفائدة هذه الساكنة التي هي في أمس الحاجة. قمنا بإجراء العديد من الفحوصات ووصفنا أدوية، وهناك مرضى يصابون بأمراض عادية وآخرون قمنا بتوجيههم لأطباء متخصصين هم معنا في هذه القافلة. وكان الهدف من هذا الكرفان هو إيصال رسالة للناس ومد يد العون لهم، سواء على صعيد الأدوية ولا على صعيد التشخيص، وذلك نظرا لبعد المسافة ووجود هذه القرية بعيدة عن المنشآت الاستشفائية سواء في وجدة أو في النواحي. والحمد لله كان يوم جميل، وكان التواصل مع الناس ذو فائدة، ونلنا الكثير من الشكر. كان الربح معنا خصوصا بدعاوي الناس لنا بالتوفيق، وأن ربنا نتمنى من الله أن يجزينا الخير ويجزيكم عنا كل خير. كذلك هذه التغطية الإعلامية من مجلة زهرة. أتمنى لكم دوام التوفيق، وأعان الله وأعانكم على فعل الخير. والله يحفظ هاد الناس اللي راهم واقفين مع المسكين باش يفوت، ونتمناو لهم الخير. انا نعاني بالسكر والعينين والحساسيه ولا طونسيون، كل شيء كما قلت ايش معناها كامله، ولكن الحمد لله على كل حال راحنا في صحه جيده. المبادره ماذا بينا عليها دائما تتكرر دائما، باش المساكين والفقراء اللي عندنا هنا محتاجين بزاف، راه عندنا في حاجه الحوايج. هذه الجمعيه الله يجازيها بخير، والله يرحم الوالدين، والله يجعلها تولي لنا ان شاء الله عاوتاني ان شاء الله ويكون خير. سيدي تبارك الله عطاونا الدواء، فوتوا علينا زعما الدواء مزيانه، والطبيب الحمد لله عطاونا الدواء فوتوا علينا، واللهم لك الحمد، الدعوه مزيانه اللهم لك الحمد. واش كنت تعاني منه؟ كان عندي بعد ذلك الركبه، بالركبه ما عندي حتى بشي حاجه، عمرو ما كليت شي دواء ولا شي حاجه. وجيت فوت على العينين وفوت على الجهاز الهضمي، وراني مخير وفرحان، وراني فرحان بكم، وصحاب بلجيك حتى من حتى الفرة.